صباح الخير يا جميع. شكرا للقائمين على هذه الفعالية المهمة. أنا سعيد بتقديم هذه البينة شروط هي فلسطينية فاعلة التي كان يسلمون الأيام، فكانت دائما فعالة، دائما لفلسطين ودائما للقدس. أن يسعد الجميع. شكرا. نكون بصدد استذكار اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتضامن مع الشعب الفلسطيني. قضية كثيرة ليست قضية سهلة. قصتنا في عام 77 بعد 30 عام من قرار التقسيم. قرار التقسيم له شروطه وله تداعياته، وبعد 30 عام عندما إسرائيل لم تلتزم في شيء من أي شيء من هذه الشروط، جاء هذا القرار الثالث من الجمعية العامة يقول بأنه العالم كله يهدف من نظارات الشعب الفلسطيني، دليل على أن هذه النظارات هي حق وهي نظارات الحرية وليست أي شيء آخر يقال عنه هنا وهناك. الواقع أن هذه المناسبة تأتي في وقت تغيرت أمور كثيرة من حولها، وكانت هذه المناسبة نراها بعض الأحيان هنا وهناك بشكل متقطع في هذه السنوات الماضية قريبة. أصبحت هذه المناسبة مهمة جدا وتزداد تعمقا، تزداد أهمية استنادا إلى ما قام به الشعب الفلسطيني من ترسيخ لعملية النضال. النضال لم تكن كلمة، إنما كانت عمل جاد مستمر، وأكبر دليل على ذلك ما يجري في غزة وما يجري عندنا في الضفة الغربية في هذه الأيام. قضيتنا قضية صحدون لا يرى أن هناك شعب فلسطيني. القضية الأساسية أن هذا العدو لا يرى أن هناك شعب فلسطيني، لا في أرض فلسطينية ولا في دولة فلسطينية. القضية واضحة وضوح الشمس، ونحن نشعر بذلك في كل يوم من كل هذه الممارسات التي تتم. ولكن في نهاية المطاف الشعب الفلسطيني له أدواته وله قدراته الواقعة وله صموده الأسطوري. هو أيضا غير كثيرا. يعني هذه المناسبة رأيناها تقريبا في كل دول العالم، لم يكن هذا الأمر كذلك في السابق. إذا نحن نتكلم عن أن هذا الصمود وهذا الصبر اللي يقوم به الشعب الفلسطيني يغير كثيرا. بالنسبة لنا جزء كبير من التغيير الوضع بالتأكيد الإبادة الجماعية التي حصلت فيها. هناك أمور حصلت غير مسبوقة وغير مسبوقة حتى في التاريخ. هذه حركت مشاعر العالم جميعا، ونرى بأن الحراك العالمي أصبح كبيرا في كل مكان، حتى في معقل الصهيونية في أمريكا. أيضا هذا الشيء سبب صمود شعبنا في غزة، وصمود ما في الضفة الغربية من فلسطين، ومسلسل الصمود. في شيء طبعا بلاش بدون مقابل، كل شيء له زمن. الدماء والمعاناة والصبر والشهداء والأسرى وكل ذلك. يعني شعبنا تقريبا نصه دخل السجون، وكنا نتكلم في عام 48 عن 50 مذبحة. الآن احنا نتكلم عن كل يوم في غزة 10 مذابح 20 مذبحة. قضيتنا تزداد تفاصيل، وهذه التفاصيل تعطي للعالم معاني جديدة، لأن فعلا ما كان في قضية كانت راكبة قبل 3-4 سنوات، وكانت في الركوب، وكان يشار إليها في المناسبات وفي قضايا فارغة لا تأتي بأي نتائج. الآن أصبحت القضية مهمة، وأصبحت جزء من السلام في منطقة الشرق الأوسط. الوصول إلى هذا ليس شيء سهل، بل هذا الشيء جاء بعد صمود كبير جدا. هذا الصمود
يعني عندما نتكلم عن سقوط الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني في عام 48 تشرد حوالي 750,000 تشرد من فلسطين. عدد سكان فلسطين كان حوالي 2 مليون، يعني تقريبا 40% تشرد. هؤلاء الذين تشردوا لم يستسلموا ولم يعيشوا في جنسيات اخرى وينسوا فلسطين. هؤلاء هم الجاليات التي تعمل ليل ونهار ولها الفضل الاكبر فيما نراه من العراق في العالم. ال 750 الان هم عباره عن 7 ملايين. هذا شعب كيف له ان يبادر؟ هذا هو شعب فلسطين، هذه معايير الارقام، انا اتكلم عن الارقام. الشعب الذي بقي في الضفه الغربيه قطاع غزه الان حوالي 5 ملايين. الشعب اللي بقي في الداخل الفلسطيني 150,000 الان عباره عن 2 مليون. هذا شعب يبادر، هذا الشعب يستسلم. انا لا اعتقد، هذه ملامح واضحه. نحن الان عندما نتكلم عن الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين التاريخيه نتكلم عن 200,000 زياده عن عدد اليهود اللي كل الخبرات وكل الدعم وكل الامكانيات موجوده، والشعب الفلسطيني بكل الصعوبات وكل الظروف الصعبه نحن ما زلنا نتمسك في ارضنا على هذا النحو. هذه الارقام تضمننا بانه المستقبل بالتاكيد سيكون لنا. قضيه القدس، ارادوا لها ان تذوب من القاموس وان تصبح شيء بعيد المنال. نحن الان في القدس عددنا بعد كل اللي بنشوفه هذه، بعد المعركه الديموغرافيه والمعركه الجغرافيه، بعد عشرات المستوطنات والمستوطنين، نحن عددنا القدس الان في حدود 40,000 400,000 الله يزيدنا. امين. وبالتالي يعني مصادرات ومستوطنات والقدس الكبرى والقدس الصغرى ونضيف منها حتى يجعل عدد سكان القدس 12% كانت النتيجه انه اصبحوا 38 39% وفي ارقام اذا هذا معنى ثاني جغرافي يدل انه ما في امكانيه لان يدور هذا الشعب. تفضل. هذه الارقام وهذه الامور يعني وصلت الى عقول السياسيين والى عقول العالم وشعروا بالخلاف في قضيه. في السابق كانوا يفترضوا ان هي شيء عابر وانتهت اسرائيل دوله طويله 35 ما الى ذلك وانتهت القضيه. الان عادوا الى شيء من المنطق ليعلموا انها قضيه ما بتدوب الا بان يحصل هذا الشعب على حقوقه. وبالتالي هذه المسيرة تسير بشكل ممتاز. الجاليات لهم كل الشكر والشكر قد ألهبوا العالم باستقرارهم وبالتزامهم في وطنهم. هؤلاء الذين يمثلون الجاليات يأتون بشكل دائم إلى فلسطين، لا يحبون فلسطين، لا نصبح الأرجنتين أرجنتيني والأمريكاني أمريكاني، كلهم جذورهم هنا، يجوا بيبنوا هنا بروحوا بيشتغلوا، ولكن جذورهم هنا وبحب المرضى هنا ايضا. وبالتالي ما فيش لفكفكه هذا الامر. ستبقى فلسطين قلب هذه المنطقه وستبقى فلسطين الرقم الصعب الذي من دونه لا يمكن ان يكون هناك اي سبب. نحن نشكر هؤلاء الجاليات، نشكر الدول التي اعترفت بها، ونحن نتكلم عن 160 دوله وهي معطيين جاي من نسيج الدول. هذا مهم جدا. الاعترافات، هذه الاعترافات تؤثر في نفسيات وعقول القيادات الاسرائيليه مثل بن غفير وسموتريتش ونتنياهو. فافترضوا انه انتهى الموضوع وبيشتغلوا بالضفه الغربيه الان حتى يحطوا هالباكسات وبفرشوا عليها يمين وشمال، بيفترضوا ان الامور انتهت. في نفس الوقت هم يختاروا انفسهم، الامور لم تنتهي، الامور الان ستبدا. وبالتالي ايضا الشكر لكل من اعترف بالدوله الفلسطينيه. وفي نهايه المطاف نقول نحن انه كل ما يحصل في الساحه، كل ما يحصل من انجازات الواقع الفضل الى الشهداء وللاسرى ولشعبنا العظيم اللي يعني ما بيهزوا شيء، دائما في الساعه ودائما ينتصر بنفسه. وستكون فلسطين دوله قائمه غصبا عن الاحتلال، دوله قائمه بشعبها وبارضها وبنظامها بثقافتها. يكفي الثقافه الفلسطينيه التي تغطي كل الارض هنا، انها قائمه. نحن نريد ان نرسخ اكثر وليس ان ناتي بدوله
وهذا الشيء على الجميع ان يعلموا وعلى اسرائيل والجميع ان يعلموا اكثر. وان شاء الله نكون دائما على تيتوس في القدس لتكون احوال في الحضور او القدس بدون اي حواجز، بدون الف حاجز، بدون كل طرق صعوبه انتقالها من مكان لمكان. قبل ان نشكر الجميع